السلام عليكم أصدقائي. اليوم رح نعمل ششبرك للشاب العزابي. عندي كوب ونص دقيق، رح أعمل مقدار صغير. عندي ربع معلقة ملح. والعجين ششبرك ما رح أحط لها شي، عبارة عن مي. عندي هالنص كوب. بحط بالتدريج حسب استيعاب الدقيق. أصدقائي العجينة صارت جاهزة، رح غطيه وأتركها ترتاح بين الربع والثلث ساعة. أصدقائي هلأ رح نفرد العجينة. العجينة طبعا كتير سهلة، ما فيها لا خميرة، مي فاترة بس وشوية ملح. طبعا هاد الوعاء بدي احط فيه. عندي هالكاسة رح اقطع العجينة. طبعا قطعت العجينة كلها، الزوايد هي كلها بشيلها. عندي طبعا الحشوة، عندي بصلة ولحمة. طبعا رح اشيل العجينة، بحط لحمة هيك وبطبقها مثل السموسك وبلفها هاللفة هي. يلي بيحب كمان هيك يطبقها مثل السموسك كمان بتصير هيك، يحطها كمان بتصير. حطبقها ألفها هيك. طبعا هيك، اللي بيحب يفتحها هيك كمان بتصير، اللي بيحب مثل السموسك كمان بتصير، اللي ما بيحب يتعذب هيك بس دغري يقفل قفل. هي آخر وحدة هعملكن إياها. منطبقها، منقلبها هيك ومنفتحها هيك. أصدقائي وهيك أنا خلصته. أصدقائي بالنسبة للبن، عندي نص كيلو لبن، عندي معلقة نشا، وعندي كوب مي. راح أحط هلأ ربعه وراح أخفق. نضل أخفق مشان ما يفرط اللبن. أصدقائي اللبن تقريبا صار يغلي عندي، راح أضيف بقية الكوب. طبعا السماكة انتو فيكم تتحكموا فيها. كمان عندي هالمعلقة الصغيرة ملح. أصدقائي اللبن صار يغلي عندي. طبعا كنت تستمروا بالتحريك مشان ما يفرط. هلا راح انزل بالششبرك. طبعا راح اغطي. وهلا تقريبا الششبرك عندي استوى. راح احط نص معلقة نعناع. وعندي معلقة سمنة عربية وسنايتين توم. هلا أصدقائي راح نسكب الششبرك. طبعا عندي التوم والسمنة العربية راح احطها هيك على الوجه. وهيك صار الأكل جاهز عندي. والسلام عليكم.